السلام عليكم. سنتحدث اليوم عن اختبار القوة العضلية للعضلة النعلية سوليوس. تنشأ العضلة من السطوح الخلفية لرأس عظم الشظية فيبيولا، والثلث القريب لجسم العظم والخط النعلي، والثلث الأوسط للحافة الأنسية لعظم الضنبوب تيبيا، والقوس الوتري بين الضنبوب والشظية. ترتكز العضلة مع وتر العضلة الثنائي الرؤوس الساقية جاسترونيميوس في السطح الخلفي لعظم العقب كالكانوس. تتلقى العضلة النعلية تعصيبها من العصب الضنبوبي من الجذور القطنية الخامس والعجزي الأول والثاني. بالنسبة لعملها فهي تعمل على العطف الأخمصي لمفصل الكاحل plantar flexion. لاختبار القوة العضلية للعضلة النعلية نضع الركبة بوضع عطف 90 درجة ونثبت من عند نهاية الساق، ونضع المقاومة على الوجه الخلفي لعظم العقب، ونطلب من المريض إجراء حركة عطف أخمصي بدون أي انقلاب ضد المقاومة الموجودة، ويكون اتجاه المقاومة باتجاه سقف الغرفة.